والآن أعزائنا المشاهدين نذهب معكم مع الضيف عمر الريس، الفنان العزيز، فنان تشكيلي ومعالج نفسي. صباح الخير فنان العزيز، شلونك؟ صباح النور، اهلا وسهلا استاذنا. شلونك؟ شلون صحته؟ الحمد لله بارك. على كل حال، الله يحفظك. بداية أستاذ عمر، قبل ما نبدي طبعا حلقتنا أو حوارنا في هذه الحلقة، خزيانة مخبة قم شرخلة خلقتن رازق من نوخن خازخ هلبت تشرارة بوت أمنة وديرخ عموخن خيق خيته. أمنت أسكمتا إلى أتشا من أتشي أتأمنا وصرياثا وإلى معبرانا الرنية وتخمنياثا ورخشي هايج بيه مبريتا الصرياثا شابيري وتريان درخ قايوثا بلشانة خزوايا ومعبر بآها لشانة بيت اسكيمي ورخاثة بريشي وصرطي وقوني بعقاري بريشي وبوريا وزوعة عرشطي خوثا شويا وبيشي مزيغي كل أن استقصب ورخد معبرنتا وآها قام بريتة خزوة شاريرة وبريشة وبايج مبلخها قداها زيتا وأكريليك وقوني مياي بديوثا وشركي استقصد رشمتا قوني إينا أن استقصي وش أني قاية قرشمتا كت آني متخبي الرخشة دلوخة وهرهادخ أني قايوتة اسكيما كت اسكيما إلى سرطة ومشختا وممكن تهابت فقطة سرطة بريشة وشاق الاسكيما درخ قايوثة تليثيتا قوبو الخانة دقلبتا. مخبة باثرمات غزيلا أن لقاطي من نوخن من داها هلبت فقرات إيوا بوت أمنا وهو تخرن قاتوخن بوت مود عنواثة بوت أمنا مغت غزيلا عم موخن هلبت دير خيا خيتا عم أرخنت إلى جو استوديو عمن أو تإلى يقرأ عمر الريس هلبت متخرن راشوما وعما عم داها مسمسمانا نوشايا. أستاذ عمر، بداية حدثنا عن الفن وكيف يتحول هذا الفن إلى علاج نفسي. صباح الخير على جميع العراقيين أحبابنا بالوطن. الفن هو أداة التعبير لكل إنسان، فهي اللغة الحقيقية الموجودة على الكوكب بدون ترجمة. كل الكلمات تقدر تعبر عن أجزاء بسيطة من الشعور النفسي، لكن الفن أو الرسم هو أداة الترجمة الحقيقية لما في داخل الإنسان وفي عقله. فكثير من الناس نص صعوبة الترجمة من لغة إلى لغة، لكن الفن هو أداة الترجمة السريعة بين البشر على هذا الكوكب. يعني من يرسم الرسام، نعم، هو يعني منهمك في هذا العمل الرسم، هل هنالك يعني أفكار أمور تحدث عند الفنان لربما يراها الفنان داخل عقله ما يشوفها المقابل إلا من خلال الفن عندما يعني يرسم مثلا؟ أحد مدارس الفن هي المدرسة الواقعية التعبيرية، كذلك المدرسة الواقعية الرمزية. فالأداة التعبيرية للواقعية هي الناطق الرسمي دون كلام لشعور كل إنسان موجود. فأنت تقدر تعبر عن ما بداخلك لأي إنسان مقابله، إن كان يتكلم أو ما يتكلم. يعني نقدر نعبر من خلال الألوان، يعني نقدر نقول مثلا الألوان أو الرسومات أو الفن. نعم. يأخذ مكان الكلمات. أكيد هو الترجمة الفورية اللي بين البشر بدون تتعلم اللغة هذه، لكن تتعلم الفن. فالفن هو أسرع طريقة للتفاهم بين البشرية. كثير معارض أنا حضرتها فهمت الرسامين ايش كاتبيلي من لغة عن طريق التعبير الفني الموجود بلوحاتهم وشنو مطلوب مني. حتى كانت بعد الحرب العالمية الثانية كان الفنان ما يقدر يتكلم، ممنوع ينتقد أو يكون تعبيري. فأسسوا التجريد، مدرسة الفن التجريدي،
لنقل الرسائل السياسية. يعني الفن التجريدي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية. أي نعم. فكانت هاي الفن التجريدي رسائل سياسية وإعلامية واجتماعية لكل الفنانين عن النقد اللي يصير من دمار بوقتها. يعني هو ما يقدر يتكلم ويكتب وينشر وهذه، وإنما من خلال فنه ورسوماته كان يعبر عن وثق ما موجود شعور. يعني نعم. من خلال كلامك أستاذ عمر أنه الفن حال الأدب أو الشعر أكيد. في إقامة الثورات، في يعني أشياء إقامة سياسية كبيرة لربما، وليس كذلك؟ الثورة الفرنسية كان الملك لويس السادس عشر هو ملك فرنسا، فكان مدير الثقافة أو الفنان بالقصر الأليزيه هو الفنان جاك لويس ديفيد. جاك لويس ديفيد من إجرام الملك بحق الشعب قاد الثورة ضد الملك. أحد ثوار الثورة الفرنسية جاك لويس ديفيد أحد ثوار الثورة الفرنسية ضد لويس، فأطاح بلويس وهو كان فنان، لأنه هو الشعور الفني هو شعور إنساني حقيقي، وكل بداية الحياة هو فن. كل شيء هسه دا نشوف هسه كإنسان أنا قدامك مناظر تصميمها فنان رسمها، قاط، الرباط، الملابس، العملة اللي بجيبك، الساعة، كل شيء أنت هسه أكو مصمم فنان رسم الأساس وإجا المنفذ كمل. بيتك رسمه فنان نفذه مهندس. كل شيء، القراءة، الكتابة، التعليم بدون صور تعبيرية ما راح تفهم. الطفل ما يعرف لغة لكن من تراويه الصور راح يفهم. فهي الأداة التعبيرية أسرع لغة موجودة. إذا نجي كعلاج، هل هنالك ربط بين هاتين الموهبتين؟ من خلال دورات اللي كنت أعطيها المجانية بمستشفى ابن رشد اللي هي الشماعية للأمراض النفسية، الفن هو أداة تعبيرية لكل إنسان موجود، فكنت أشوف أنه يعبرون باحتياجاتهم المطلوبة. الفن هو العلاج الحقيقي لكل حالة نفسية. تشوف أنت بالخارج من تروح جميع أنواع الفن، يعني ليس جميع أنواع الفن تشكيلي. من تروح أنت يم طبيب بالخارج ما عنده غير أداتين، إما الصعق الكهربائي أو المورفينات أو المهدئات من علاجات نفسية. لكن اتطور هسه إذا تروح هسه الطبيب بالخارج نفسي يقول لك روح ارسم، روح اتعلم رسم، روح امشي ويا فنان صادق فنان، روح ادخل الجاليري، ادخل المرسم، اتعلم، اقعد ارسم. الرسم هو تصفية ذهنية، تصفية ذهنية لأفكارك. من تريد أنت أفكارك مشوشة وعندك كوما التزامات وفوضى ذهنية ومشاكل عائلية وضغوط نفسية وأطفال وعائلة ومدارس، ضغوط الحياة، تتهرب من هذه مو كعالم آخر. لا، تقعد أنت تحط الورقة والقلم، أول ما تلزم القلم وتجر الخط راح يبدي دماغك يركز على نقطة. يعني افتهمت من خلال كلامك انه يغلق نوافذ، تغلق نوافذ وتعيش في عالم اخر، كانما تنفصل، يعني كانما شلون واحد يفصل. المهم كل الافكار السلبيه او الضغوط النفسيه ترفع الضغط وترفع السكر وترفع دقات القلب ويصير عندك توتر واكتئاب وحاله نفسيه. الا الرسم من تجي ترسم لا، المخ يبدا يهدأ، يهدئ من ضربات القلب، يهدئ من الحاله النفسيه. هاي عند جميع الفنانين؟ جميع الفنانين يعني هاي دراسة لربما أكيد دراسة حقيقية، لأن أنت تروح الطبيب نفسي أشياء مثبتة يعني. أي روح طبيب نفسي يقول لك روح ارسم. أنت ادي ارسم راح تشوف إنه أنت نسيت المشكلة اللي أنت بيها، نسيت الضغوط اللي أنت بيها. فأغلبهم يجون عندي الحمد لله يتخلصون من الأمراض النفسية اللي عندهم. هل هنالك رسامين عالميين طبي؟ نعم. هل هنالك رسامين عالميين أو لربما فنانين بصورة عامة، احنا نحكي اختصاصك اللي هو الفن التشكيلي يعني الرسم، كانوا مرضى نفسيين؟ لربما نقدر نقول مرضى نفسيين كان عندهم مشاكل نفسية لربما، ولكن كانوا رسامين وصلوا إلى مراحل متقدمة يعني في هذا المجال.
إذا كان الحالة النفسية للفنان مختلفة عن بقية البشر، هذا ما يمنع أنه هو يكون إنسان طبيعي. فكل إنسان له طبيعته الخاصة. بكل تأكيد. كذلك الفنان يصنع الأجواء الحقيقية لطريقة تعامله مع البشر، لطريقة تفكيره مع البشر، لقناعته بالاجتماعيات الموجودة، فيقدر يوصل لك فكرته. لكن أنت تنصدم أنه هاي شيء غريب فتتهمه بالجنون. كثير من الفنانين اتهموا بالجنون أو الانعزالية بسبب أنه تأثروا بالحالة الاستقرار النفسي أكثر وكانوا متصالحين مع نفسهم. فالإنسان كل ما كان متصالح مع نفسه كأنما طفل يفكر، غير مؤذي، يكون غير مؤذي. وهذا يكون شلون تقول يعني إزعاج لبعض أغلبية المجتمع اللي هي نعيشها من فوضى، فتكون صعبة تقبلها فيتهمون بالجنون. هل يمكن طبعا هو الفنان يقرأ لوحة الفنان، أكيد. يعني المتلقي أو المتذوق الفن لربما لن يكون هنالك مثلا قراءة أو تأويل للوحة التي رسمها الفنان المقابل مثل ما يشوفها الفنان. نعم صحيح. من تقرأ فنان لوحة فنان معين، يعني حضرتك أو بقية الفنانين التشكيليين، هل يعني تستدل على مشاكل هذا الفنان من خلال لوحاته، مشاكل النفسية لربما، أو يعني ما نقدر نقول بس مشاكل، يعني قراءة هذا الشخص من خلال فنه يعني الأمانة الفنية، يعني إذا نختصر نعم تشوف هاي اللوحة تعرف شخصية الفنان. نعم صحيح. كل طالب عندي أو جاي يتعالج عن طريق الرسم بس يرسم أعرف هو شوي عن طريق هو يعني هذا عن طريق الخطوط، سؤالي يعني عن طريق الخطوط، عن طريق ضغطة اليد، عن طريق الألوان، عن طريق اختيار الموضوع، عن طريق اللي هو يريد يوصله. الإنسان ما يقدر يصدق أمام الطبيب النفسي، ما يقدر يقول له كل اللي بداخله، لأنه الإنسان صعب يعترف بأخطائه. ممكن جدا صعب صحيح. إنه يتكلم عن مواضيع يعني ممكن 90% يقدر يحكي، ما يقدر يحكي أكثر شيء. لا قول 60% ما يقدر يحكيها، لأنه هتكون فضائح نفسية. صحيح. أما الرسام من يشوفك من ترسم أنت يعرفك بإيش تفكر، يعرفك أنت شنو اللي بداخلك، أنت شو مسوي، شو تطمح، حقيقة الموضوع مهم جدا. رأسا أنت يقراها رسالة. فهو الرسم أداة تعبيرية. الإنسان ما اكتشف اللغة، اكتشف الرسم قبل اللغة. لو ترجع للتاريخ تعرف أنه قبل اختراع اللغة كانت فعلا اللغات كانت صورية، اللي هي الهيروغليفية واللغات الأخرى قبل يعني. السومرية المسمارية كذلك كانت صورية بالضبط. اي وإذا احنا شفنا موجودة هي اللغة الصورية. يعني احنا يعني حقيقة ولو هذا موضوع آخر، إذا نعم. نجي على اللغة يعني اختصاصي كان لغة. نعم. حتى في اللغات كلغة السريانية الباء اللي هي من بيتا، ألف بيتا، صح. البيت اللي هو البيت فتكتب مربع اللي هو البيت يعني. صح. ففي اللغة الأكادية كذلك يعني اللغة الأكادية الخط المسماري طبعا. صح. هم كانت هنالك صور معينة من خلال المسمارية. فهو هذا الموضوع اللي حكينا به. إذن الفن أساس كل شيء بالحياة. المرأة بالبيت هي فنانة عن طريق كل شيء، الميك اب أو الطبخ أو ترتيب أو اللباقة أو فن الأتيكيت أو فن العشرة أو فن الجيرة. الحياة كلها فن، كلها فن التعامل، فن يعني التعبير. هو حقيقة ولو إذا نربط موضوع بآخر، يعني السياسيون يقولون دائما أنه كل شيء في الحياة سياسة. أي. إدارة، سياسة إدارة. فنان يقول كل شيء فن. أي نعم. يعني هل يعني لربما صحيح السياسي يقول السياسة هي فن الممكن دخل الفن. فن الممكن داخل. فن الممكن. فالسياسي يقول لك السياسة هي فن الممكن. طيب شنو فن الممكن؟ إذن كذلك اختيار المواضيع الصحيحة. بكل تأكيد. ما الذي يمكن أن يفعله الفن للقلق والاكتئاب؟ القلق والاكتئاب، شوف أنت أول ما تكون عندك قلق أو عندك كآبة أو متوتر ما تقدر تنام أصلا، أنصحك تلزم ورقة وقلم، تركز على النقطة اللي تريد ترسمها. أول ما تسحب الخط راح تبدي تنزل الكآبة من عندك والقلق يروح، ضربات القلب تستقر عندك،
وتنام نومه سعيده، تقوم تشخر على قولة العراقيين. تقول لي انه راح تفرغ الطاقه اللي عندك الفكريه بالورقه، وراح تصفي ذهنك، تتخلص من باقي الافكار المؤذيه اللي هي ادت للكآبه او ادت لحالتك النفسيه المتازمه. بكل تاكيد. طبعا السؤال هو هل يمكن ان يفتح الفن جرحا قديما بدلا من ان يشفيه؟ بس انا عندي سؤال مرتبط بهذا، خلينا نكمل هذا السؤال وارجع للاخر. طيب. الفن ما يفتح جروح، بالعكس الفن اذا اجى بداخلك انت جيت بداخلك وفتحت هذا الجرح القديم، انت قاعد تتشافى منه، فرأسا تشوف تلقائي تتشافى. اي والدليل انه اغلب الطلاب اللي يجوا يتعالجون نفسيا يمي يعطوني بلوك بعد ما يتشافون، بعد ما يرجعوا لي نهائيا يعطوني بلوك، لانه ما يريدون يعرفون الانسان القديم اللي عفته يمهم، اللي عافوه هم يمي. شخصيتهم القديمه اللي عافوها ما يريدون بعد يعرفون عليها او احد يذكرهم بها. فكذلك الفن مو يفتح الجروح، انما يعالج الجروح الموجوده النازفه واللي لا زالت تنقط الم عبر الوقت. لانه الانسان مو اغلبيته انسانيه، مو اغلبيته اعمال انسانيه، صارت اغلبيته بقاء وجودي او شهوه حيوانيه مثل ما نقول، طبعا اكيد الطعام وغيرها من امور. فالانسانيات بقت تقل، فالنفس الانسانيه تتضارب مع الحيوانيه، يصير الأنا الأنا والأنا الأعلى. عافية. هنا تضارب نفسي. زين أنا أكون مع لو ضد نفسي، أنا أمشي صح ويا الناس لو أمشي ويا نفسي، فهنا أنا يهرب من واقعية، يرجع للطفولة بكل تأكيد، ينهزم إلى النقطة السوداء. السؤال المرتبط، أنا ذكرت أمور حاليا جدا مهمة حقيقة في الإعلام الرقمي واللوجو وهاي التفاصيل. نعم. من خلال الرسم اكو يعني تلاحظ رسم معين او لوحه معينه تذكرك بامور، حتى لو ما انت راسم الهوحه راح تتذكر شغلات مرتبطه بهذه اللوحه في السابق. هاي اللوحه مثلا احنا كان عندنا لوحه الطفل البكاء الجوفاني. نعم. ببيوتنا العراقيين موجوده. او عندنا صوره بنت المعيدي. او كلاب تلعب البوكر. صح، هاي لوحات يعني العالميه، لوحات من تشوفها بالمواقع مع التواصل، هاي طفل البكاء او لقطه كلاب تلعب البوكر او بنت المعيدي او اي لوحات اللي كانت مشهوره عندنا، تتذكر الزمان، الحدث، الزمان والمكان والدقائق والثواني ونبضات القلب، لربما تتذكر كلام ريحة ذاك اليوم، ريحة يعني الطعام الموجود بكل تأكيد. صحيح. حتى ريحة الطعام اللي كان موجود يعني يجي براسك. موضوع يعني استنشاط للذاكرة بكل تأكيد. مقارنة بالعلاج التقليدي، ما الذي يميز جلسة العلاج بالفن؟ العلاج التقليدي هو عبارة، شوف الطبيب النفسي ما عنده إمكانية إخراجك من اللي أنت بيه. الطبيب النفسي يخليك بس تتكلم، فقط تتكلم، وكل اللي يقدر يعالجك بيه انه ينطيك صدمة كهربائية او حبوب مخدرة مهدئة او يتكلم معك فقط. هذا ما راح يخرجك من الداخل بيه. لا، العلاج النفسي من دخلت بمستشفى الامراض النفسية او دخلت للاطفال بمخيمات النازحين، اخراجك من اللي انت بيه ما يصير اني اخرجك، لازم اني اعلمك شلون تخرج. نعم، اعلمك الطريقة والوسيلة، اعلمك شلون تخرج. فانت تخرج تلقائيا، قبل من تبدي ترسم انت تبدي تلقى ذاتك وين، وتبدي انت تتحسن، تعالج نفسك من الداخل، لانه بناء الانسان من داخله. بس هذا الشيء لازم يعني المريض هم ما يعتمد اعتماد كلي على المعالج. المعالج قلت لك ما ينطيك فقط مهدئات. شوف الطب النفسي ما عنده غير امكانيتين، المهدئ والصدمات الكهربائيه، كل شيء ما عنده غيره. فتروح المستشفى نفسيه او طبيب نفسي ما عنده غير الصدمه والمهدئات، ما عندهم اي طرق. لكن هسه بعد التطوير تخيل المدارس المستشفيات دخلنا الرسم. اذا هسه تروح مستشفى الشماعيه او ابن الرشد تلقى انه عندهم قسم التاهيل.
ذكرتني بقسم التأهيل. أي إضافة إلى الأمراض، هل يمكن للفن أو من خلال العلاجات حضراتكم اللي يعني استكشفتوها مؤخرا أن تعالج المدمنين، لربما مدمنين المخدرات، مدمنين الأمور يعني الغير صحية اللي هي التدخين، الأمور كثيرة يعني. هل يعالج الفن وهذه التفاصيل اللي ذكرناها هذه الأمور أم فقط الأمراض؟ أشهر مدخن بالرسامين ومدمن على التدخين من يقعد أمام اللوحة ينسى التدخين. لربما ساعات، 6 ساعات، جميل 8، جدا، 6 ساعات، واحتمال 12 ساعة دا يرسم. يعني مو كالشاعر مثلا أو الروائي. أي نعم. يدخن على مود يكتب، يدخن حتى يصفي باله، يشرب قهوة حتى يركز. صح. لا، الفنان قبل هو مركز، يدخل بالعالم بدون أدوات، بدون توقف، بدون أدوات خارجية، فقط إيده وإحساسه يبدي. حتى لو يغمس إيده بالألوان يبدي هو يرسم بدون ما ينغمس، فينسى كل الأجواء الدار مداره. من تقطع أفكاره صعب الرجوع لها. يعالج المدمنين؟ أكيد يعالج الإدمان، يعالج إدمان التدخين، إدمان الحبوب وغيرها. نعم. أكيد 100%، لأنه نسيانك لأمور أنت تنساها عن طريق التركيز بأمور أنت فوق مستواها. يعني تدخل أنت بعالم الرسم، ترسم اللوحة، بعد تنسى الأكل شرب. أنا يمكن 6 ساعات ما أكل، 8 ساعات، 12 ساعة. جميل. أنسى الأكل، أنسى الشاي، يعني أنسى التدخين. من ترسم 8 ساعات جرة واحدة أو 6 ساعات أو 4 ساعات بكل تأكيد تنسى كل شيء. الألوان لها دور في شفاء العلاج النفسي؟ أكيد أكيد أكيد. كل لون، شوف كل لون. يعني إذا هذا السؤال سألناه لازم نسأل سؤال آخر. أكيد. إنه هل يمكن، طبعا يعني آسف أقاطعك على مود يصير سؤال من شقين. أكيد. هل لربما هنالك فنانين عنده مثلا عمى ألوان وهاي التفاصيل أنت بحضرتك يعني ذاكر هيك أمور؟ لا ما عنده، يعني ما عنده، أقل نسبة قليلة جدا بالكوكب إنه عنده عمى ألوان. لأنه الفنان لازم يكون ملم بالألوان. أوكي. هل الألوان تعالج؟ الألوان تعالج. أنا أريد هسه أخليك مسرور، أريد أخليك تخيل مسرور. يا لون أراويك؟ مسرور؟ أي يعني سعيد ومسرور. سعيد. أصفر متدرج، الأصفر وتدريجات مالته، الفواتح يعني. أي الأصفر والفاقع الموزي، الأصفر نمائي، الأصفر ليموني، الأصفر مشتقاته، هذا يخليك مسرور. اللون الأخضر يخليك هادئ، تريد تروح تنام، تريد يعني تنعزل للنوم. الأزرق الهدوء، الأسود الغضب، الأحمر الوحشية والمعارك والدم. فكلهم هو له أداة تعبيرية. من نشوف احنا أكثر المدرسة الوحشية أو المدرسة يعني الدادائية، مرتبطة ارتباط وثيق بالأمور اللي يعني مثلا أحمر دم اللي هو مرتبطة يعني نفسيا المدرسة الدادائية أو المدرسة الوحشية اللي هي أثناء الحرب العالمية الثانية كانت موجودة، أغلبها حمراء لأنه دماء. حتى تشوف هسه أنت الإيد مالتك والأوردة، ليش يطلع اللون أخضر؟ ليش ما يطلع لون أحمر؟ تدري أنت إذا شفت اللون الأحمر بإيدك وريدك تتكأب نفسيا، تتكأب، تعيش فوضى حقيقية وانعزالية حقيقية من يشوف الأوردة لونها أحمر. لو تعرف أنه هذا دم كان حياتك صارت جحيم. لكن الحمد لله بركة الله رحمته الرب لنا أنه صارت خضراء أخضر للهدوء. أتحداك أنه تعرف أنه هذا أحمر، خليه أحمر، شو يصير بيك؟ حالتك النفسية تتعب بكل تأكيد. فسبحان الله خلاه أخضر للسكون، تسكن تهدأ، متبوع على جسدك، مو تثار أو تشمئز منه. ما أكثر رمز أو لون تراه متكرر عند الأشخاص الذين يعانون صدمات؟ اللون الأسود. الأسود. اللون الأسود. لماذا؟ والأبواب المغلقة. الأبواب أكثر الأطفال الأيتام أو المتطرفين أو المخيمات النازحين أو الفكر التكفيري والتطرف أو المرضى النفسيين يكررون الأبواب المغلقة، يكررون الدماء السائلة، يكررون اللون الأسود،
يكررون يعني الطريق اللي ما له نهايه، ما يعرف شلون يطلع منه، او الاغلاق التام على الانسان. فهنا لازم احنا نركز نشوف انه هذا الانسان دا يعيش فوضى داخليه بسبب انه اكو ضغوط. فنبدي احنا نعلمه على غير افكار، مثلا انه اكو نحكي له حكايتين وما نحسسه انه نعرف هو ايش يفكر. كرسام يعرفك انت بايش تفكر، فيحكي لك حكايتين بعيده عن اللي انت تريد تفهم انه اني افهمك. لا، انطيك حكايتين تروح انت تفكر بيها تخرج بكل تاكيد. حقيقه مستمتعين جدا بالاسئله والاجوبه استاذ، بس الوقت يداهمنا. فالسؤال الاخير، نعم. ماذا تقول لكل شخص يظن ان الفن مجرد رفاهيه وليس مساحه للشفاء؟ الفن مو رفاهيه، الفن هو تعبير. نعم. حاله نفسيه تعبيريه. انت تقدر تعبر بيها عن محيطك، عن داخلك، عن قلمك. اكو ناس ما تقدر تتكلم. انا هسه الحمد لله زوجتي صماء ما تتكلم. اي ما تتكلم وما تسمع، لكن نتفاهم عن طريق الرسم. على ذكر الموضوع، البارحه كان اكو يعني باحتفاليه معينه خاص بهذه الفئه، يعني الاصم والابكم، فاني كنت حاضر يعني. فاستمتعنا جدا بهذا الموضوع. هنالك دعم كبير من خلال طبعا مشكور دوله رئيس الوزراء في يعني تقديم دعم كبير للرياضيين، للفنانين، الفنانين والرياضيين كانوا موجودين حقيقه هناك. فذكرت هذا الموضوع من خلال كلامك. نعم. اي اذا هو اداه تعبيريه وليس اداه للرفاهيه. الفن هو نقل تاريخي. نرجع احنا للعراق، منو اشور؟ انا ما اعرف اشور. من يقول انت اشوري؟ يعني لو لم يكن الرسم ما كنا عرفنا. لولا الرسم والنحت والفن التشكيلي ما عرفنا منو اصولنا. لولا النحات. طبعا الرسم يوصل الفكره اقوى من الكتابه. ما يكذب. اي لانه الكتابه لربما واحد ما يقراها. اهواء. الكاتب احتمال يحكي اهواء النفسيه الداخليه، اما الفنان وبالقوه فكينا شفره الكتابه يعني. الفنان لا، ينقل الواقعيه. يعني هسه الفنان يرسمون الفنانين الواقعيه الموجوده للاجيال القادمه بعد 200 300 سنه، يقرون لوحاتنا يقولون كانوا عايشين بجحيم. فالاجيال القادمه راح تترحم علينا وتبكي علينا دم، لانه يقول لك من نقلنا احنا الواقع. هسه يقول لك كانوا يعني عاشوا مرحله دماء، مرحله حروب طائفيه عرقيه، اباده الانسان بالكامل. فالاجيال القادمه راح تفهمنا، راح تقرانا اكثر بشكل واعي. فاني الفن هو اساس الحياه. لولا الفن ما وجد التاريخ. فالفن هو ناقل للتاريخ. شكرا جزيلا حبيبي استاذنا الفنان العزيز عمر الريس، فنان تشكيلي ومعالج نفسي. حقيقه كنت معانا اليوم، حلقه جدا رائعه. انت راقي، انا استمتعت جدا. شكرا الكادر الجميل اللي خلف الكواليس. شكرا جزيلا. ان شاء الله يكون هنالك لقاءات ان شاء الله باذن الله، وحوارات اخرى ان شاء الله باذن الله قادمه ان شاء الله. الله يحفظك حبيبي. جزيلا. شكرا.